كلنا عندنا مشكلة المبيعات. أنا بعمل شغل يجنن بس في الآخر ما بلاقيش ولا أوردر بيجيلي. مفيش مبيعات بتطلع خالص من عندي. لو انتي فنانة هاند ميد شاطرة بس مبيعاتك متوقفة أو لسه بتبدأي وخايفة من الفشل، الفيديو ده ليكي. النهاردة هقدم لك كورس كامل ومجاني فيه خلاصة سنين من الشغل والتسويق. هتعرفي ازاي تسعري وتصوري وتوصلي للعميل اللي يدفع وهو مبسوط. جهزي ورقة وقلم ويلا بينا. بس قبل أي شيء خلينا متفقين إن الرزق بإيد ربنا. اعملي كل اللي عليكي وسيبيها على الله. تعالوا بقى نشوف إيه هي المراحل اللي لازم نعملها علشان نسوق بطريقة صح. أول حاجة إن انت لازم تعرفي الفرق بينك وبين التاجر. انت فنانة والتاجر بيبيع منتج لكن انت بتبيعي قيمة. والفرق بين القيمة والمنتج إن المنتج ليه عملاء كتير، ليه عملاء بيدوروا على الرخيص وليه عملاء بيدوروا على الغالي وليه عملاء من كل الفئات. لكن الهاند ميد أو شغل الكروشيه عموما بيبقى محتاج عملاء مخصصين أو عملاء كده من نوع أو فئة معينة. فأنت ده اللي هتدوري عليه وده اللي هتستهدفيه، مش هتستهدفي كل العملاء عشان ما يحصلكيش إحباط في الآخر. خلينا برضو متفقين ان شغلنا او شغل الهاند ميد عموما هو شغل رفاهية. يعني اللي بيشتري منتج هاند ميد فهو كده بيشتري حاجة رفاهية، مش بيشتري حاجة ضرورية. فلازم نحط في دماغنا النقطة دي. طيب اعمل ايه علشان الناس تشتري مني؟ اول حاجة، مش هتصوري المنتج صورة اي كلام وتنزلي وتقولي ده شغلي. لا خالص، زي ما قلتلك الناس بتشتري الحاجة المميزة، فلازم تدلعي كده الحاجة، لازم تدلعيها كويس. فتعالوا بقى نشوف ايه هي الحاجات اللي هتستخدميها عشان تصوري او تصوري ازاي. اول حاجة انت محتاجة موبايلك العادي اللي انت شغالة عليه، بس مش اكتر. مش هقولك هاتي كاميرا وهاتي وهاتي، لا، انت هتبدأي بس بالموبايل دلوقتي. هتحتاجي ايه بعد كده؟ هتحتاجي اضاءة بس كده، الشمس، تفتحي الشباك وتدخلي الضوء عندك في المكان اللي انت هتصوري فيه، ويبقى كده تمام التمام. هتبدأي بقى تصوري بالموبايل وبإضاءة الشمس. أحسن إضاءة هي إضاءة الشمس، عايزة أقولك إن هي بتطلع أحلى بكتير من أي إضاءة تانية صناعية. طيب تجيبي إيه؟ تجيبي أي مفرش عندك يكون لونه أبيض، أو أي حاجة تفردي عليها تفرديها كده، وتجيبي بس كادر الكاميرا أو كادر الموبايل على ال- المكان اللي هو موجود، مثلا المفرش الأبيض ده، وتحطي المنتج بتاعك وتبدأي تصوري. وحبذا بقى لو جبتي شجرايه كده لونها اخضر، بتدي شياكه كمان للمنتج وبتدي كده الضوء بيخطف مع الاجواء، هتلاقيها تحفه جدا. هنحتاج ايه تاني؟ هنحتاج ستاند علشان ساعات كده بتبقي عايزة تصوري وانتي بتغلفي، وده اللي هنقوله بقى ان شاء الله في الخطوة يعني في اخر الفيديو. بتجيبي ستاند. انا بصوا بدأت بالستاند صغنن جدا، كان ب50 جنيه تقريبا. فانتي جيبي ستاند صغير سعره حلو معقول. بس انا العيب الوحيد اللي كان عندي في ده ان هو ما كانش بيطول، فكان بيجيب كادر صغير جدا من المكان اللي انا عايزة اصور فيه. فبدأت جبت بقى الستاند ده أطول شوية وبيطول وبيقصر، علشان يجيب لي كادر أنا عايزاه. وخصوصا بينفعني جدا في شغل الفيديوهات اللي هي التعليمية. لو أنا مثلا بمسك الإبرة، فأنا محتاجة ستاند زي ده علشان ياخد كادر أكبر من كده. طيب في أوقات كتير ما بيبقاش عندنا إضاءة الشمس، أو مثلا الصبح بنعمل أكل، بنعمل شرب زي حالاتي كده. فاضطريت ان انا اجيب رينج لايت زي ده. طبعا الليل بيليل عليا فاضاءة الشمس بتروح، فمضطرة ان انا اجيبه، لاني بصور ساعات بالليل، لان الشمس بحتاج ان انا اصحى بدري جدا. ف بصوا، عايزه اقول لكم، بصوا اضاءته، انا بتغيري الاضاءه لثلاث الوان، اصفر وابيض وفي ورم اصفر فابيض، بيبقى حلو جدا. بصوا الاضاءه بتبقى اصلا مختلفه لما بتقفليه وبتفتحيه، فحلو جدا. تقدري برضو تجيبيه لو انت لسه حاليا لسه ما حققتش مبيعات اكتر، فخليكي في اضاءة الشمس وابدأي اصحي بدري. عايزه اقولك كمان ان اضاءة الشمس احسن بكتير 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 من ده. هتلاقي اصلا الالوان بتطلع في اضاءة الشمس حقيقية، لكن ده بيغير الالوان شوية.
تمام، عرفنا هنصور إزاي. مهم بقى جدًا تصوّري المنتج بتاعِك فيديو. يعني إيه فيديو؟ يعني تصوّري كده مراحل التطوير بتاعة المنتج. بتجيبي الخيط في الأول، وبعد كده بتشوفي مثلًا أنتِ لو هتعملي كوفية وصلت لحد فين، وبعد كده بتجيبي كادر تاني أو لقطة تانية من إن هي بتكبر لحد ما توصل للشكل النهائي. عايزة أقول لِك إن العُملا بتحب النوعية دي من الفيديوهات، لإن بتحس فعلًا أنتِ تعبتِ قد إيه في القطعة دي. فمهم جدًا كل قطعة هتعمليها تعملي مراحل تطوُّر القطعة لحد ما توصل للشكل النهائي. الناس بتعشق تشوف الخيط وهو بيتحوّل مثلًا لشنطة، ده بيبني ثقة ومصداقية إن أنتِ تعبتِ فعلًا في القطعة دي. طيب، عايزة أقول لكم برضه على حاجة مهمة جدًا، وهي دي إحنا بنُقع فيها كتير، 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 إن إحنا بنسعّر غلط. بتيجي كده تسعّري كده بالبركة زي ما بيقولوا، ما بتحسبيش أي حاجة، تقولي ده هو السوق مثلًا بتشوفيها مثلًا هي عاملة كام في السوق، بتقللي منِّك شوية عشان تعرفي تبيعي، وده غلط جدًا بيخسّرِك. تعالوا نشوف هنسعر إزاي. أول حاجة بتشوفي تكلفة الخامات، سواء خيط، إكسسوارات، تغليف، شحن، كل ده داخل في تكلفة الخامات. تاني حاجة أجر الإيد. يعني إيه؟ هتعمليها مثلًا في ساعة، هتعمليها في ساعتين، بتحددي لنفسِك تمن الساعة. تمن الساعة عندِك بتحدديه بكام، وده طبعًا عن طريق إيه، أو مثلًا هتحدديه إزاي. لو أنتِ محترفة فطبعًا الساعة بتزيد شوية، سعرها بيزيد شوية لإنِّك أنتِ بتسرّعي أكتر. لو أنتِ لسه مبتدئة الساعة بتقل شوية لإنِّك أنتِ بطيئة شوية في الساعة. ف عدد الساعات ده أو الساعة تتكلف بكام، لو أنتِ مش عارفة دلوقتي تحددي الساعة بكام لنفسِك، خلاص هتحسبي كل الخامات زي ما قُلت لِك، وداخل فيها مصاريف الثابتة زي الكهربا والإنترنت وإهلاك الأدوات. لو أنتِ مثلًا بتستخدمي مثلًا إبرة، هتستخدمي حاجة جديدة، كل ده بيخش ضمن التكلفة يعني بتخشي كده ضمن التكلفة. بتعملي إيه بقى في الآخر؟ بتعملي هامش ربح. الهامش الربح ده بيبقى 20% أو 50% على حسب أنتِ بتقفّلي الشغل إزاي، على حسب أنتِ محترفة والّا لأ. دي مهمة جدًا أوي النقطة دي. بنُقع فيها كتير، وأنا أول واحدة باقع فيها، اللي هو أنا بانسى تقريبًا. يعني بُصّوا، باجي في الآخر أسعّر الحاجة وأقول للعميل وآجي يا نهار أبيض! ده أنا نسيت إن أنا مثلًا التغليف. طَب التغليف باضطر أنا أتحمّل التغليف، لإني مش هانفع أرجع أقول للعميل لأ، ده أنا دي مثلًا دي غليت شوية، لأ ما ينفعش. خلاص أنتِ اديتِ له السعر، هتُقفي عليه حتى لو هتخسري عشان تبني ثقة بينِك وبين العميل اللي أنتِ بتشتغلي معاه أو اللي هو جه طلب منِّك. ففهمتوا النقطة. مهم جدًا ما نتسرعش في آآ حساب سعر المنتج. تمام، تعالوا بقى للمرحلة الرابعة، وهي أنا هابيع فين. هتبيعي أول حاجة للفيسبوك أو إنستجرام. على التيك توك دلوقتي البيع فيه بيبقى كتير جدًا، لاحظت آخر فترة. حاجة تانية ممكن بقى الجروبات، جروب الماميز طبعًا هُم أكتر جروب الماميز عندنا. تبدئي تحطّي لينك الفيسبوك والإنستجرام والتيك توك في الجروب، وتقولي لهم إن ده شغلِك، وطبعًا يكون الشغل أنتِ اللي مصوراه، ما تجيبيش صور من على النت وتحطّيها في الجروب. لازم، لازم، لازم تكون أنتِ اللي عاملة القطعة وعارفة تصوريها إزاي، وده خدناه في الأول. رابع حاجة بقى التغليف. يعني تصوري فيديو كده وأنتِ بتغلفي المنتج بتاعِك، حتى لو مش طالع لِك طلبية، غلّفي المنتج وعشان العميل يعرف أنتِ بتغلّفي إزاي، أو الحاجة هتوصل له إزاي. هتوصل له بطريقة حلوة، هتوصل له مع كارت كويس، هتوصل له مع كلمة حلوة بتكتبيها بإيدِك. عايزة أقول لِك إن الحاجات دي بتفرق جدًا، جدًا، جدًا لمّا ييجي حد يخش الصفحة بتاعتِك ويلاقي الفيديوهات دي موجودة. فكتّري من الفيديوهات دي علشان العميل يبقى واثق فيكِ كويس. وده كده كان ملخص الكورس. لكن عايزة أقول لِك إن الرحلة بتبتدي بيكِ أنتِ وبصبرِك. الهاند ميد رزق محتاج سعي وتطوير مستمر. لو استفدتِ من الفيديو يا ريت تعملي شير وسبسكرايب للقناة، وشكرًا ليكم ولمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.